ليه أحيانا أكون متحمس ومنتج جدا وأحيانا تانية مش قادر أعمل أبسط حاجة؟ هل المشكلة فعلا في الإرادة ولا في الكسل ولا يمكن في الطريقة اللي فاهمين بيها الإنتاجية أصلا؟ كتاب الإنتاجية بالشعور الجيد بيقولك إن طول عمرك بتجري في الاتجاه الغلط، وإن الإنتاجية الحقيقية مش بتيجي من الضغط لكن من إنك تحس كويس وإنت شغال. الفكرة الأساسية للكتاب: ليه بنفترض دايما إن النجاح لازم يكون صعب؟ وليه ربطنا الإنجاز بالتعب والمعاناة؟ علي عبد العال بيقول: الإنتاجية مش إدارة وقت، الإنتاجية إدارة طاقة ومشاعر. لما تحس إنك مستمتع، إنك قادر، وإنك مش لوحدك، هتشتغل أكتر من غير ما تحاول. الجزء الأول: التحكم في الطاقة ومحركات الطاقة. رقم 1: اللعب. إمتى آخر مرة استمتعت بالشغل؟ مش خلصته، استمتعت بيه. الكتاب بيقولك اللعب مش عكس الجدية، اللعب هو الوقود الحقيقي للتركيز. اسأل نفسك قبل أي مهمة: ازاي اخلي الحاجة دي ألطف شوية؟ حول المهمة لتحدي، خليها تجربة مش اختبار، ركز على العملية مش النتيجة. لما الضغط يقل، الإبداع بيطلع لوحده. 2: القوة. ليه بعض الناس بتبدأ حتى وهي مش جاهزة؟ الإحساس بالقوة بيجي من 3 حاجات: إنك تصدق إنك تقدر، إنك تتعلم وإنت شغال، إنك تحس إنك مختار مش مجبر. بدل جملة لازم أعمل، أنا مختار أعمل. الإحساس البسيط ده بيغير طاقتك بالكامل. 3: الناس. هل الناس اللي حواليك بيشحنوك ولا بيسحبوا طاقتك؟ الكتاب بيقول الإنتاجية مش رحلة فردية. لما تحس إنك جزء من فريق، الحماس بيزيد، الالتزام بيزيد، التعب بيقل. حتى المساعدة الصغيرة أو طلب المساعدة بيعمل دفعة نفسية قوية جدا. الجزء التاني: ليه بنسوف؟ رقم 4: الوضوح. هل عمرك أجلت مهمة مش لأنك مش عايز تعملها، لكن لأنك مش فاهم تبدأ منين؟ التسويف مش كسل، التسويف غالبا غموض أو خوف. الحل: اسأل 3 أسئلة: ليه بعمل ده؟ إيه الخطوة الصغيرة؟ إمتى هعملها؟ كل ما الهدف يقرب ويبقى بسيط، المقاومة بتقل. 5: الشجاعة. إيه اللي منعك إنك تبدأ فعلا؟ الخوف من الفشل ولا من رأي الناس؟ الكتاب بيقولك الخوف بيكبر في دماغك مش في الواقع. جرب تسأل نفسك: هل الموضوع ده هيبقى مهم بعد سنة أو ساعة؟ تخيل نفسك بشخصية أقوى منك. 6: البداية. ليه دايما البداية أصعب حاجة؟ علشان العقل بيحب الثبات. الحل البسيط: قلل الاحتكاك، حضر الأدوات، وابدأ ب5 دقايق بس. غالبا ال5 دقايق بيكملوا لوحدهم. الجزء الأخير: ما تكملش وتتحرق. 7: الاستمرار. هل بتاخد راحة ولا بتهرب؟ مش كل راحة بتشحن، الموبايل مش دايما راحة. الكتاب بيقول الإبداع بيشحن، الطبيعة بتشحن، والمشي أحيانا أحسن من النوم. والأهم: لو اللي بتعمله ضد قيمك، هتتحرق مهما كنت منظم. ماذا لو الإنتاجية مش حرب؟ ماذا لو هي علاقة؟ كل ما تحس كويس كل ما تنجز أكتر. مش مطلوب تضغط على نفسك، المطلوب تفهمها. ويا ريت لو عجبك الفيديو، يا ريت لايك واشتراك في القناة. دعمكم لينا هو اللي بيساعدنا إننا نكمل.